اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا اماراتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا دي كلها. النهارده جايه بيوم جديد وروتين جديد. عايزاكي يا امارايه ما تنسينيش باللايك، ولو اول مره تشوفيني نوريني بالاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله. وعايزه اشكر كل امارايه وكل جميله بتدعي لي دعوه حلوه من قلبها. ربنا يتقبل منك يا قمر، وباذن الله ربنا يعطيكي خير ما بتتمني وافضل ما بتتمني ليه ان شاء الله. وعايزين كده ما ننساش من دعواتنا الجميله كده اللي بتوع الثانويه العامه، ربنا ينجحهم ويوفقهم ويعوض تعب اهلهم فيهم خير يا رب، ويرزقهم باذن الله النجاح والفلاح ان شاء الله. وطبعا اهلنا وحبايبنا بتوع فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدر يا رب، اللهم سد جوعهم وامن خوفهم يا رب العالمين. وطبعا عايزه اشكركم على لايكاتكم وتعليقاتكم الجميله. تعالوا بقى نشوف روتيننا كده ابتدى ازاي. وطبعا ابتدى معاكم بالفطار البسيط، وعايزه اقول لكم ان انا في الوقت دوت ده فطارنا المعتاد، او اغلبيه الايام هو ده فطارنا، وبيتكلف معانا كتير جدا. وباذن الله هعمل معاكم فيديو جميل ان شاء الله نحاول نوفر فيه في الفطار، لان انا عايزه اقول لكم قعدت حسبت الفطار لقيته بيتكلف معايا ياما. فقلنا كده هنحاول نظبط دنيتنا شويه، عشان طبعا احنا عارفين الاسعار بقت نار خالص. فربنا يعيننا جميعا على حالنا وعلى احوالنا يا رب العالمين. طبعا فطرنا انا والولاد كده مع بعضنا في اليوم ده، كان فطار بسيط، الفطار العادي الشعبي المصري بتاع اي بيت مصري بيفطر. شويه فول، شويه طعميه، بابا غنوج، البتنجان المخلل جنب الطعميه والفول، وكان ده نعمه ورضا علينا قوي. عايزه اقول لكم بقى انا قمت على الحوض كده، بدات ان انا اجيب المواعين اللي فيه كله وادخلها في غساله الاطباق بعد ما ننزل كل بواقي الاكل اللي موجوده فيها زي ما انتم شايفين كده معايا. وقلت لازما النهارده كده اشغل الغساله معايا، لان بقالي فترات طويله ما شغلتهاش، وطبعا كنت خايفه عليها من الركنه. وفي اخر فيديو مشتريات زي ما انتم شفتوا كده كنت جايبه لها الاقراص بتاعه الغساله ونحطها فيها. بدات رصصتها كده بعد ما نزلت بواقي الاكل اللي فيها كده في الحوض، وهبدا احدف القرص في قلب الغساله، لان الدرج كان مبلول ميه، ولو حطيت القرص في الغساله في درج الغساله وهو مبلول ميه ممكن ما ينزلش من قلب الدرج ويفضل كده مترصف فيها فوق. فبحدفه كده تحت لما بلاقي معايا الباب الغساله اتبهدل ميه بالشكل ده. ببدا احدف فيها القرص كده، وهبدا اشغلها على الدوره اللي انا معتاده عليها. بس للاسف هي بتقعد وقت طويل، بتتغسل بدرجه حراره 65 بس. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، بتطلع لي المواعين كده مرايه منها. فالحمد لله كده، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب، ويحفظ اجهزتكم جميعا، لان الاجهزه بقت حاجه كده صاروخ. ربنا يعيننا جميعا يا رب العالمين. عايزين كده ندعي يا جماعه طول ما احنا قاعدين كده، ان ربنا يعيننا ويصلح حالنا وييسر امورنا ويهدي اولادنا. طول ما احنا قاعدين بندعي كده، وان شاء الله ربنا يتقبل منا. المهم يا امارات، بعد ما خلصت كده وفضيت الحوض معايا، ببدا اديله تصبينه. بس في الاول شطفت معايا الحتتين الفاتحين اللي انتوا شايفينهم دول، لان دول اللي كنت عملت فيهم الكسكسي في الفيديو اللي فات. فطبعا انا كنت ركنتهم في حله كده بصراحه، لاني ما كنتش قدرت اعمل حاجه بعدها في اليوم دوت، لاني كنت عملت كذا حاجه. قلت هشطفهم النهارده كده معايا عشان هبدا اروح اغسلهم في الغساله. بس انا كنت بنزل بواقي الحاجه اللي موجوده فيها، فطبعا شطفتها وهيبقوا موجودين معايا، هروح اغسلهم في الغساله. ودول كانوا بقيه المواعين الالمونيا اللي انا هغسلهم على ايدي، والحمد لله غسلتهم وخلصت منهم. بعد ما ارتحنا كده وخلصنا من غسيل المواعين، عايزه اقول لكم بقى ان انا جات لي شويه الملوخيه دول مش شارياهم بصراحه. فهم انا كنت قاعده بتكلم مع واحده صاحبتي، ربنا يصلح حالها يا رب وييسر امورها، فبقول لها انا شفت كده طريقه على اليوتيوب وعلى التيك توك. شفت واحده كده مشهوره كده، يعني ايه، بتعمل طريقه حلوه لتخزين الملوخيه وسهله وسريعه. فعايزه اجرب الطريقه دي اشوفها فعلا حلوه ولا لا. فالمهم راحت هي راحه جايبالي الملوخيه ديت، وقالت لي جربي الطريقه اللي انت عايزاها براحتك وشوفي الدنيا هتبقى عامله معاكي ايه. طبعا ربنا يصلح حالها يا رب ويرزقها من حيث لا تحتسب. فجابت لي شويه الملوخيه دول، هم اللهم بارك ورد بصراحه، هم جايين من الارض الزراعيه عليا على طول، يعني ما راحوش عند اي بايع ولا اي تاجر ولا اي حاجه.
فاللهم بارك حاجه كده شهد زي العسل. فزي ما انتوا شايفينهم كده خضره وجميله وحلوه معانا، وكانت كميتها اللهم بارك حلوه. رحت بقى بصراحه حطاها كده معايا على الصينيه، ورحت قاعده بره واخداها قطفتها كلها لحد ما خليتها طبعا معانا كده زي الفل كده متقطفه حلوه. وهنبدا نديها 3-4 غسلات حلوين، وهبدا انشفها وهخزنها معاكم في الفريزر. بس للامانه انا اول مره اعمل الطريقه دي، ما عملتهاش قبل كده. احنا ياما خزنا الملوخيه بطرق يعني مختلفه شويه، بس انا اول مره اخزنها بالطريقه دي. بس انا شفت الطريقه دي وناس كتير حكولي عليها وقالوا ان الطريقه دي حلوه. بس انا عارفه ان انت لما بتشيلي اي حاجه خضره كده، وبالاخص لما تكون من الاوراق وتحطيها في الفريزر بتسمر معاكي. فانا مش عارفه بصراحه الطريقه دي هتبقى ناجحه معايا ولا لا، بس احنا قلنا لعل وعسى تنجح معانا. محدش يقدر يحكم على الحاجه الا بعد ما يجربها. فطبعا انا خدتها كده خرجتها معايا، بس قلت قبل ما اقعد اقطف فيها وقبل ما اقعد اخلصها، الولاد كانوا شطانين ان انا اعمل لهم جيلي، وانا بصراحه بقالي كتير جدا ما عملتوش. فطبعا جبت بقى اللي هو باكو جيلي بتاع دريم دوت، ولقيته ما شاء الله بقى ب15 جنيه. فجبته كده وقعدت قرأت الطريقة بتاعته، فلقيته ان انت بتضيفي 250 ملي كوباية مغلية و250 ملي كوباية باردة كده، وبتبدأي تقلبيه من غير اي حاجة وبتحطيه. انا فعلا تقريبا حطيت كده، هي تقريبا الكوباية دي تيجي 125 150 يعني، يظني ان هي تيجي كده. فحطيت 4 كوبايات من ده، 3 كوبايتين مغليين زي ما انتوا شايفين، واحط عليهم كوبايتين باردين، وهبدأ اقلبهم تقليبة حلوة كده بالمضرب، وانا اصبهم في الكاسات او في الحاجات اللي انت هتبدأي تحطي فيها عادي جدا. وحبيت بقى كده اتنصح واعمل لهم كده زي البرنامج اللي بيجي، وان الجيلي كده يفضل يتقلب كده ويتهز معانا. بس تضحكوا عليا كمان شويه هتشوفوا المنظر عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان انا وولادي قعدنا ضحكنا ضحك. هو مسك بصراحه وبقى حلو، بس كان دلع شويه، ما كانش مسكر قوي. والطبق هتشوفوه وقع مني ازاي. انا عندي الاطباق اللي هي بتاعت التقديم والكلام من ده، اللي هو الطبق ده عندي منه الحجم الكبير والحجم الصغير ده، وعندي احجام صغيره تاني بس بشكل تاني، بس بصراحه ايدي مش فاكره انا حطاها فين دلوقتي. فالمهم بدات اجيب الاطباق دي واحط الشكل اللي فيها. حبيت بقى افرح الولاد لان بصراحه هم اللي طلبوه، وولادي بصراحه ما بيطلبوش حاجات كتير، فحبيت كده افرحهم باللي هم عايزينه. طبعا هتلاقوا من كل فيلم اغنيه، لاني انا في حاجات شايلاها في كراتين وفي حاجات بالفعل اتكسرت. فيعني فحبيت قلت مش مشكله، دي حاجه كده انا والولاد هنبقى مع بعضينا. فعملت ال5 بولات دول كده معانا، وهنبدا نحطهم على صينيه وندخلهم معانا 4 ساعات في التلاجة. وفعلا طلعتهم بعد 4 ساعات ونص وتماسك معايا. بس بقى اضحكوا عليا بقى كده لما جيت اقلبه في الطبق. المهم سبتهم بقى هم في ال4 ساعات دول، رحت رايحه جايه ماسكه الملوخيه مقطفاها. اللهم بارك انا فرحانه بيها جدا. يا رب فعلا الطريقه تبقى حلوه، وباذن الله كده تبقى نافعه معانا ونستخدمها على طول. يا رب ما تكونش الملوخيه تسمر وما يكونش فيها حاجه وحشه يعني. بس انا واخده الفكره من حد ثقه، من حد يعني مشهور قوي قوي قوي، وحد ثقه، وحد بيدي وصفات جميله بصراحه. فاحنا بنحاول كده نشوف الحاجات اللي توفر وتريح معانا كده في الوقت. وطبعا احنا كشعب مصري عشاق للملوخيه، احنا بنحب الملوخيه، بالاخص عندي انا وولادي بنحب الملوخيه فبناكلها كتير. فطبعا عشان اجيبها خضره واقعد اقطفها واقعد اخرطها يعني موال شويه، وفي الاخر بتطلع طبق بسيط كده. فقلت اجرب الطريقه دي لعل وعسى كده افيدكم بالطريقه واقول لكم الطريقه حلوه ولا وحشه. وبصراحه للامانه والله عمري ما جربتها قبل كده، بس يعني بقول ربنا يستر والورق ما يسمرش معايا. بس انا عملت نفس الطريقه اللي هي قالت عليها، وهي طريقه سهله جدا جدا جدا. بعد ما قطفنا الملوخيه وغسلناها، وزي ما انتم شايفين يا بنات الميه اللي نازله من شكل الملوخيه عامل ازاي، يعني صعبه بصراحه، كلها اتربه، وطبعا كلها شايفين شكلها عامل ازاي. عايزه اقول لكم غسلتها 4 مرات. وطبعا انت ما عندكيش مشكله تغسلي 4 5 6، المهم لحد ما تحسي ان الميه بقت صافيه معاكي وما بقاش فيها اي مشكله. انا غسلتها 4 مرات لحد ما الميه بقت معايا اللهم بارك نضيفه، وبدات اصفيها معايا على الصفايه شويه لحد ما فردت لها كده فوطه كبيره عريضه قدام المروحه، وفردتها كلها عليها خالص لحد ما الملوخيه جفت معايا تماما. عايزه اقول لكم عملت الموضوع ده مثلا على العصريه، على العشاء بالليل كنت شايلاها وبدأنا لما يعني حسبتها يجي 5 ساعات ولا 6 ساعات متفرطه كده قدام المروحه
بحيث كل شويه اقلب فيها بحيث ان الميه اللي فيها كلها تجف، ما يبقاش فيها نقطه ميه. وجبت فوطه تانية فوقيها بدات ان انا اجف الميه كلها. وزي ما انتم شايفين الورقه اللي الاقيها دبلانه والاقي فيها مشكله ما برضاش احطها في وسط الورق عشان ما تبوظش الورق معايا. واللهم بارك، يعني هي عملت منها في اليوم ده اكله كانت عسل، كانت سكر، ما شاء الله اللهم بارك، كانت حلوه جدا. فيا رب الطريقه تنفع معايا، انا يا رب بتمنى ان الطريقه تنفع معايا، عشان لو نفعت معايا هتبقى هي دي طريقتي المعتاده اللي اخزن بها الملوخيه. بس مش هديكم نتيجه في الفيديو دوت الا طبعا 3-4 ايام او اسبوع او اكتر، لحد ما نجرب الطريقه ونشوفها عامله معانا ازاي. زي ما انتم شايفين اللهم بارك، عملت يعني منها في نفس اليوم، وحاجه كده عسل وجميله ولونها حلو وليها عرق كده حلو. طبعا ملوخيه ليها عرق حلو كده، وعايزه اقول لكم كنا بنشربها زي الشوربه، ما كناش يعني بنعملها معامله ملوخيه خالص من جمالها وطعمتها وحلاوتها. بألف هنا طبعا ليهم. وكنت عايزه اقول لكم في الوقت ده كنت خلاص خلصت كل حاجه، بس سايباها بتنشف معايا بره. تعالوا اتفرجوا بقى على الجمال اللي انا عملته. طبعا شويه جيلي، احنا كانت مشكلتنا كلها في الطبق ده، كان نفسنا الطبق ده ينزل مقلوب، بس انا يعني نسيت، بقالي كتير ما بعملش جيلي بصراحه للولاد، فنسيت ان انت تسيبوا بصي الطبق شويه برفعه راحت نازله مني في الطبق اتفردت خالص. بس برضو قعدت اعمل لهم بيها كده، ارعش لهم بيها كده، اقول لهم اهي بتتهز اهي في الطبق في ايه. وما شاء الله كانت جميله وكانت حلوه. بس بصراحه عايزه المره الجايه يا اما نضيف فيها فاكهه يا اما نقلل كميه الميه شويه، عشان يمكن تبقى مسكره وشويه. مش عارفه بصراحه الطريقه اللي انا عملتها صح ولا لا، وهو الكيس بيعمل 5 بولات كده فعلا، ولا انا اللي افورت شويه في الميه. بس هو متماسك في بعضه، يعني جيلي متماسك في بعضه زي ما انتم شايفين، وكان جميل معانا. وطبعا بقيت واقفه بدوق الولاد حواليا وهم كانوا مبسوطين بيه جدا ويحبوه جدا، وقالوا لي يا ماما ان شاء الله تجيبه وتعمل لنا تاني باذن الله. خرجنا كده كلناه، وبدات بقى عبيت الملوخيه معايا في اكياس. والطريقه اللي انا عبيت فيها الاكياس دي، الكيسين دول افضل بكتير، ما كانش فيه ضغط هوا فيها، كان الكيس مشفوط كده وكل الهواء اللي فيه خارج، كانت طريقه حلوه. طبعا اللي انا عاملاهم التانيين دول انا كده بططتها وقلت هبدا الفها زي رول وازنقها باي علبه بلاستيك كده موجوده معايا في الفريزر. وكانت دي الطريقه اللي انا خزنت بيها الملوخيه. ان شاء الله لما اجربها اقول لكم الطريقه حلوه ولا لا، يعني محدش يجرب الطريقه دي الا لما اقول له الطريقه حلوه ولا لا. انا مش هتاخر عليكم لان احنا يعني هنطلعها في خلال الايام اللي جايه، احنا ما بنقدرش نستغنى عن الملوخيه والكلام من ده، فهنطلعها في الايام اللي جايه ان شاء الله. كده اشوفكم باذن الله في روتين جديد وفيديو جديد. يا رب تكونوا استفدتوا واستنفعتوا ويكون خدتوا فكره بسيطه من الفيديو. عايزاكي طبعا يا امرايا لو انت اول مره تشوفي قناتي نوريني بالاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وعايزاكم برضو كده تقولوا لي طريقتي في الجيلي كده انا عملته كده فعلا صح ولا لا، لاني فعلا حرفيا بقالي كتير قوي ما عملتوش للولاد، بس انا شايفه ان هو متماسك كويس، بس مش بصراحه مش قادره احدد المعايير بتاعه الميه كويس معانا. فاللي بيعمل الجيلي يقول لي كده انا عملته بطريقه صح ولا لا. وباذن الله اشوفكم في روتين جديد ويوم جديد. مع السلامه يا امارات.